اخباركم ايه؟ تعالوا النهارده نعمل وصفه ترافل الشوكولاته. من الحاجات السهله قوي البسيطه اللي تعتبر كمان اقتصاديه لان مكوناتها بسيطه جدا. هما 3 مكونات بس اللي هنستعملهم، وممكن كمان واحد فيهم لو كان موجود عندكم جاهز هيوفر عليكم. هنعمل الاول حليب المكثف المحلى وهنعمله في البيت. دول كوبايتين من اللبن يعني 500 ملي. هنحط عليهم تلتين كوبايه من السكر الابيض. هنحتاج حاجه تبقى لونها فاتح شويه علشان لون اللبن لما يتغير يبان بسهوله. هنحط السكر على اللبن ونقلبهم حلو قوي لحد ما السكر يدوب تماما، كل ده على النار، نار عالية عادي لحد ما السكر يدوب. اول ما اللبن يبدأ يغلي معانا ويعمل فقاقيع كده على الوش، يبقى احنا كده اتأكدنا ان السكر كله داب. ساعتها هنهدي النار على اكتر حاجة هادية عندكم او انقلوها على العين الصغيرة وخلوها هادية جدا. هو بياخد وقت لحد ما البخار لحد ما المية تتبخر من اللبن ويتكثف كده، بياخد تقريبا ساعة. مهم ان احنا كل شوية نقعد نحركه، مش هنقف جنبه ساعة طبعا، بس رايحين جايين كده نديله تقليبة لحد ما يوصل للقوام بتاع اللي انتوا شايفينه ده. لونه بيصفر وبيبدأ يتقل وبيبقى خلاص، يعني جبتوا اخره تقريبا في ان انتوا تطلعوا منه المية. ولما تيجوا تعملوا على ظهر المعلقة كده هتلاقوه بيعمل خط بيفصل منكم. كوبايتين اللبن دول عملوا بالظبط على الميزان تقريبا 260 جرام. ده قوامه، ما تقلوش عن كده لان هو لما بيبرد كمان بيرجع يتقل زيادة. على الكوباية اللي طلعت معايا دي هحط كمان كوباية كانت جاهزة عندي علشان كلهم ياخدوا نفس الحرارة، واقلبهم بس حلو مع بعض. وهبدأ انزل عليهم بكاكاو خام. لو انتوا هتستعملوا كوباية واحدة بس من الحليب المكثف اللي هما 260 جرام اللي طلعوا معانا، هتحتاجوا تقريبا كوباية ونص من الكاكاو. ده كاكاو خام. لو انتوا بتحبوا الحاجة مسكرة زيادة تقدروا تستعملوا كاكاو اللي هو بسكر المحلى. انا عاملة الكمية اكبر، فخدت مني كوبايتين وربع تقريبا من الكاكاو. هنحط بقى الكاكاو بالتدريج واحدة واحدة كده واحنا بننخله لحد ما يختفي، وابدأ ازود شوية بشوية مع التقليب علشان اوصل لقوام ماسك. عن كده كمان ده قوام لسه طري، فهحط كمان شوية. زي ما قلت لكم هي خدت مني كوبايتين وربع تقريبا لان انا عاملة كوبايتين من الحليب المكثف، كنت عاملة كوباية كبيرة. لو هتستعملوا كوباية واحدة بس هياخد منكم تقريبا كوبايه ونص الكوبايه وربع حسب نوع الكاكاو اللي انتوا هتستعملوه. المهم ان انا بحط بالتدريج لحد ما اوصل لحاجه شبه العجينه كده شويه. هي بتبقى بتلزق في الطبق، انما في ايديكم مش هتلاقوها بتلزق، او في الجوانتي هتلاقوها كويسه. هنفردها بقى في القالب اللي هنحط فيه حسب السمك بتاعها. الحقيقه هي بتبقى احلى لما بتبقى سمكها رقيق، فحطوها في حاجه تبقى واسعه شويه علشان السمك بتاعها يطلع رفيع. طبعا انا بحطها بحط رشه محترمه كده من الكاكاو الاول علشان ما تلزقش في على الصينيه اللي انتوا هتفردوا عليها. وبحطها في التلاجة او في الفريزر لو مستعجلين عليها، مثلا ساعة، وفي التلاجة ممكن ساعتين. لما بتطلع بنقطعها بقى، والشكل الدارج ليها ان هي بتبقى مربعات كده، وبنضغط على الجوانب بتاعتها علشان تبقى مدورة شوية، ما بتبقاش يعني الزوايا حادة، او تعملوها مدورة اصلا مربعات زي ما هي زي ما انتوا عايزين. رشة كاكاو كمان محلى علشان بس المنظر، وبس خلاص. آه، اللي بيحب الشوكولاته الدارك هيحبها جدا لو عملتوها بالكاكاو الخام. اللي بيحب الحاجه مسكره شويه ممكن تعملوا ميكس ما بين الكاكاو الخام وما بين الكاكاو المحلى عشان طعمها يبقى احلى بالنسبه لكم لو بتحبوا الحاجه مسكره زياده. مش عايزه اقول لكم، مع كل قطمه فظيعه حلوه جدا وسهله، وتقريبا ما تعتبرش مكلفه. حتى لو انتوا هتعملوا الحليب في البيت هيطلع معاكم بسيط قوي. فنجان قهوه بقى واستمتعوا بيها، ظريفه جدا. بألف هنا عليكم.